صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنعمل أكلة سهلة جدًا وبسيطة وفي منتهى الجمال وما بتاخدش وقت، نعمل صينية البطاطس بالسجق. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي بأسهل وألذ طريقة. هاجيب البصل بتاعي وأقطعه قطع صغيرة وأكون حاطة الزيت بتاعي يسخن وأبتدي أشوح البصل بتاعي وأكون محضرة التوم المفري مع الفلفل الحامي والملح وأبتدي أقلبه يا دوب ريحته تطلع وأكون غاسلة السجق بتاعي وقسماه نصين وهحطه في قلب البصل مع الزيت. مش هحرك السجق بتاعي عشان هو مقسوم نصين ممكن إن هو يتهري، مش عايزينه يبقى زي اللحمة المفرومة، أنا عايزاه يبقى ليه شخصية كده. هو أول ما ينزل في الحاجة السخنة زي ما انتم شايفين كده في الزيت السخن هيبقى ماسك نفسه. بعد كده هابتدي إن أنا أجيب مكعبات الطماطم مع الفلفل السبايسي وهابتدي إن أنا أحركه بس من فوق لتحت مش أقلبه عشان ما يتهريش. وبعد كده هاكون حاطة الملح بتاعي وسنة كمون والبهارات والفلفل الأسمر زي ما انتم شايفين كده، وحاطة كوبايتين مَيّة ساخنة عشان يتسبكوا يستوي السجق مع الخلطة الجميلة دي. هاكون جايبة مكعبات البطاطس أو الحلقات اللي يعجبني، وهاجيب السجق أحطه من فوق الوش زي ما انتم شايفين، والصوص هابتدي إن أنا أسوي بيه البطاطس. ريحتها خطيرة يا جماعة. هاسويها من فوق زي ما انتم شايفين، ممكن أحطها تحت الشواية أو ممكن لو بايركس أحطها في الفرن على طول، ممكن أحطها برضه أسويها نص سوا أحطها في الفرن، دي حاجة اللي يعجبني. هاجرنشه بقى بالفلفل الألوان أو بالفلفل الرومي زي ما انتم شايفين بيدي طعم وريحة خطيرة. بصوا ما أخدش وقت، أكلة في منتهى الجمال، طعمها كان خطير. إن شاء الله الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت في القناة متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى خطيرة، حاجة كده عظيمة.